من وقت للتاني الواحد بيحتاج يهرب من كم المسؤوليات والضغوطات اللي بتكون عليه، وهو حقيقي مش من وقت للتاني، ده هو طول الوقت بيحاول يهرب من المسؤوليات المحطوطة عليه بس ما بيعرفش. في اللي بيحلم ياخد اجازة ويروح يسافر بره المالديفز مش عارف ايه بتاع، بس دول هتلاقيهم الطبقة اللي ما تربتش في الريف المصري. الريف المصري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ الهواء اللي فيه نسبة تلوث أقل واللي يدخل كده الرئتين يغسلها من جوه، تمتع عينك بالألوان الصح النظيفة اللي التلوث ما غيرهاش، يعني لون الزرع الأخضر ولون السما الزرقاء زي ما أنت شايف كده. قول لي إيه رأيك صح في المنظر اللي ورايا ده؟ ويعني أنا حقيقي استنيت كام يوم كده علشان أقدر أستنى سحابة كده معدية، بحيث إن بص أنا محتاج أصور كده شوت معين، وده اللي أنا كنت بفكر فيه بقى الأحسن. يعني الحمد لله بتيجي هنا تشيل كل الأقنعة اللي أنت لابسها وتلبس قناع واحد بس، وهو قناع الراحة. الناس اللي أخذت فترة من تربيتها في الأرياف فاهمين قصدي كويس جدا، يعني هم تلاقيهم فاهمين. وإن جه فترة من الفترات وبعدوا عن الأماكن دي هتحس إن هم في حنين دائم إن هم يروحوا ولو لفترة قصيرة، إن هم يزوروا الأماكن دي ويشوفوها ويريحوا دماغهم وأعصابهم والمسؤوليات والضغوطات اللي عليهم دي كلها. وهتلاقيهم رابطين الأماكن دي والأماكن اللي هم نشأوا فيها وتربوا فيها ولو لمدة قصيرة من حياتهم بالراحة. ليه؟ علشان أنت بشكل أو بآخر أنت في الفترة اللي أنت كنت عايش فيها في سنك الصغير ده، أنت يعتبر أنت ما كنتش شايل مسؤولية، أنت كنت تحت مسؤولية اللي أكبر منك. فأنت دلوقتي أنت مطحون في المسؤوليات، فأنت محتاج ترجع الشعور بعدم المسؤولية دي ولو ليوم أو يومين أو 3، بحيث إن أنت تشحن طاقتك. مفيش هنا بقى تكليف زيادة، مفيش جاري، مفيش كده، لا كلنا اخوات، كلنا عيلة في بعض. قعدتي كده مع جدي وجدتي في البيت هما بيحكوا لي عن التجارب والخبرات اللي هم عاشوها، والحواديت دي انا بحب اسمعها جدا، وقد ايه ان الارض دي كانت كويسة وبياكلوا ويشربوا ويلعبوا. والذكريات دي تحس بدفى، تحس فعلا ان المكان ده شايل كمية ذكريات مش انت لوحدك، انت وجدادك وباباك ومامتك وكله. انا بحب اسمع. ففي ناس بقى رابطين الريف والحياة هناك بإنها نائية وما فيش فيها خدمات أو الحسد والكتير بقى من الحاجات اللي بتحصل في الأرياف، يعني سواء من القرايب أو فأحب أقول لك أنت رايح تصفي يومين، أنت كده كده ما بتروحش هناك كتير، يا عم خليك في نفسك، خليك في حالك كده، اقعد مع عيلتك، فضفض شويه، احكي همومك لوالدتك لوالدك سواء هم قاعدين في الريف او لا. بس يعني هتلاقي حد يسمعك فعلا، هتلاقي حد محتاج ان انت تفضي له مشاكلك، محتاج ان انت تقعد كده في قعده زي دي كده تشرب كوبايه شاي وتشوف المنظر، تشوف بقى المناظر، تبص بعيد عينك تجيب لاخر حاجه وتصفي بقى كل المسؤوليات اللي عليك دي. وعشان ما بقاش على الدراسه غير كام يوم، فانا بحب قبل كل سنه دراسيه اجي هنا اشحن طاقه للسنه الجايه. بجد والله المكان فيه هوا، فيه صوت هوا جديد، انا مش عارف صوت هيبان لا المره التانية ولا لا، بس مش عارف. طعم كوبايه الشاي مع قاعده هنا كده تفرش حصيره او تفطر او اي حاجه، بيبقى ليه طعم تاني، طعم مختلف، طعم عمر اللي ما جاش هنا جربه او حس بيه. فلا الموضوع يستحق انك تنزل ولو ليوم ولو لساعة، الموضوع يستحق انك تنزل فعلا وتفضي كل المسؤوليات دي. واحنا في الاول وفي الاخر احنا بني ادمين، ولو انت ما جربتش بشكل او باخر انك تنزل او تجرب التجربة دي، فلا انصحك وبشدة انك تفضي اي يوم سواء اجازة شغل حسيت بمسؤولية. ومش شرط تيجي في الارياف، مش شرط، هو يوم خصصه لانك تريح دماغك، سواء بقى تنزل في جنينة او تنزل لقرايبك في منطقة زي اللي انا قاعد فيها دي كده، بس بشكل او باخر انك تكلم نفسك دي. في بعض الناس هيفتكروا ان انا متخلف عقليا، بس لا، ما لا مؤاخذة في اللفظ يعني، بس لا، كل واحد فينا لازم يكلم نفسه ولازم كده يفكر انا رايح فين دلوقتي وبعمل ايه دلوقتي. انا حاسس ان كل مره لما بصور فيها فيديو ان الفيديوهات بتروح للناحيه الايجابيه في كل مره. القناه شكلها تتخصص ان هي ايجابيات، ادخل عبي طاقه ايجابيه وامشي. فيعني اعمل سبسكرايب، ما تبخلش على نفسك بقى. في واحد بقى يجي يقول لي يا عم ده كل اللي هناك بيتدخلوا في اللي مالهمش فيه ومش عارف ايه وبتاع. اقول لك يا عم ما تشيلش هم، انت جاي تصفي يومين، يعني انت راح تصفي، تفضل بقى تفكر ده قال ايه ومش عارف ايه وبتاع ايه.
لا، الموضوع ما بيحسبش من الناحيه دي خالص. الموضوع انا رايح اعمل ايه؟ انا رايح اشوف مين؟ اعتبرها صله رحم. انت رايح وتشوف قرايبك ان انت مثلا ما زرتهمش او قاطعهم او بتتكلموا في التليفونات. الموضوع يستحق حقيقي. انا جيت قبل ما اصور بحوالي نص ساعه علشان اتفرج على المنظر اللي ورايا ده. حسيت باريحيه، حتى انت هتحس كده في طريقه كلامي ان انا مرتاح وانا بتكلم كده. الموضوع مش محتاج تكليف زياده عن اللزوم. اتمشيت قبل ما اجي شويه وشميت هوا. اي نعم انتوا سامعين صوتي الهوا في المايك، بس هحاول اشيله بقى في الايديتنج والحاجات دي. يعني الناس هنا بسيطه، يعني ممكن البيت كامل يقعد اسبوعين او اكتر من غير ما يصرف ولا جنيه. الارض هنا فيها خير، على عكس المدينه. انت ما تعرفش تقعد يوم واحد من غير ما تصرف على الاقل 300 او 400 جنيه، وده كمسؤوليات اكل بس، فطار غدا، وممكن ما تكونش عشاء كمان. يعني ممكن في ناس بتبات خفيف وبتصرف بال 400 وال 500 جنيه. هنا الوضع يختلف. هنا انت في وسط الارض، انت في وسط الخير، انت في وسط اهلك وناسك. يعني ممكن اساسا تروح اي بيت هنا تقعد يعرفوك انت مين وتقعد تاكل معاهم والدنيا لذيذه خالص. اي نعم في ناس بتحسبها من منظور ان قد ايه الناس دي يعني بتتدخل في شؤون بعض وكل واحد مش في حاله والحسد ومش حسد والحوارات دي كلها. بس على النقيض الآخر مش هتلاقي حد مش هيتخلى عنك. يعني هتلاقي في ناس واقفة جنبك كتير. قد إيه في مشاكل في المدن والدنيا، يعني الواحد ما بيشمش النفس ده هناك. خلي بالك، يعني النفس ده تحس إن ليه تمن. حاول تشوف حوادثهم من منظور إن كل حدوتة دي وراها حكاية، وراها تجربة، وراها مشاعر. إن البني آدم اللي بيحكي ده حسها في يوم من الأيام وحاول ينقلها ليك بطريقة أو بأخرى. واعرف إن كل تجعيدة وكل تشقق في الوجه ده ليه يوم وليه ذكرى وليه معنى وذكريات للشخص ده. في سمك هنا بيلعب إيه ده قرموط بجد والله. في زي بحيرة كده، هبقى أصورها لكم بعد ما أخلص. لا مش معايا والله ما اشربش سجاير فبس. ويا عم مش هيكون اكتر من الهم اللي انت قاعد فيه دلوقتي. انت قاعد شايل الطين اكيد يعني وده اللي خلاك تدخل تشوف الفيديو. فصدقني يعني الموضوع هنا مريح بشكل كبير جدا. ويعتبر انا بحن هنا زي ما انا قلت لك علشان انا قعدت هنا فتره تكاد تكون قصيره. قعدت حوالي اولى وثانيه وثالثه ابتدائي. يعتبر هي المرحله اللي الواحد كان كون فيها جزء من طفولته يعتبر. وبعد كده رحت سينا. انا رايح سينا كمان كام يوم، فممكن برضو اصور فيديو زي ده كده هناك. ويعتبر انا عندي برضو فيها 4 سنين. فالواحد كون في الفتره دي طفولته، عشان كده دايما هتلاقيه مهما يهرب للمدن ويروح الكليه والقاهره وهنا هتلاقيه دايما وقت او اخر بيحن للمناطق دي، بيحن للمناطق اللي فعلت واللي اتكون فيها ذكرياته. هتلاقيه بيفك فيها كتير جدا. فما تبخلش على نفسك خالص وزورها ولو لمره كل سنه او سنتين. وخليك فاكر على طول ان اهم حاجه نفسك في الاول وفي الاخير. وبس كده. لو انت كملت الفيديو لحد دلوقتي فانا بحبك في الله وبحبكم كلكم في الله. ما تنساش تصلي على النبي، واكيد انت تحب تشوفني تاني فاعمل سبسكرايب دلوقتي. وبس كده. هسيبك بقى واسيب نفسي وامتع عيني بالمناظر الجميله جدا اللي حواليا دي. وما نسيتش امتع عينك انت كمان بالمناظر. فيعني ما تنساش انت كمان تعمل سبسكرايب. اشوفك على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. سيبك من السكريبت والحاجات دي. انا هكلمك شويه كده واحنا بنتمشى بتاع، بس ان انا دايس على حاجه بتاع. بس فكك من ده كله. المهم انت بخير والدنيا زي الفل. الواحد بيجي هنا يصفي الدنيا دي كلها. يلا بقى روح كمان كام يوم يدخل في المطحنه فيعني ايه اهو يكون صفى شويه من اللي عليه. يعني عارف انا ضايع من غير سكريبت. يلا يا عم. سلام.